من الممكن أن نعمل شيء، من الممكن أن تقدم المنتخبات العربية في المحافل الدولية الشيء الكثير، وأن تقارع الكبار، وأن تصل إلى أبعد نقطة، وأن تقدم نفسها بشكل جيد من أمام أكبر المنتخبات العالمية. كل التوفيق لمنتخباتنا العربية في الوصول إلى كأس العالم، كل التوفيق لسفيان مرابط. دعواتك بإذن الله مستجابة يا سفيان، دعواتك ودعوات كل المغاربة مستجابة بإذن الله تعالى للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في هذه التصفيات للوصول إلى كأس العالم. نعلم أن 9 مجموعات هنا في أفريقيا، 9 منتخبات سوف تكون في التظاهرة العالمية في 2026 بإذن الله تعالى. بسم الله صافرة البداية لهذا اللقاء. تقبلوا تحيتي محدثكم خالد المديفر في الوصف. إذا ينتظر لأي مفاجأة. الكرة ملعوبة على الجهة اليمنى، عرضية ممتازة، التقدم لكن الخطأ. نعم ضربة الجزاء. الله على البداية، يا لها من بداية جميلة جدا، يا لها من ليلة مبشرة، يا لها من أشرف حكيمي. 2 في الجهة اليمنى وفي الجهة اليمنى. هنا الكرة ملعوبة في أول من أمام زيون كواو. أشرف حكيمي، أشرف يسدد بعيدة جدا من أشرف حكيمي، لكن الكرة إلى خارج الملعب. معليش يا شباب، معليش يا شباب، يعني البداية مبشرة بخير. ضربة الجزاء الأولى من أشرف كاندا إلى جانب إبراهيم حماد في خط الدفاع وحاجي التنزاني، وهذا ما يعطي أن عادل عمروش يسير بالاتجاه الصحيح. هنا الكرة ملعوبة طويلة إلى الأمام، والكرة تصل الكرة من جديد إلى سفيان مرابط. ما زالت الكرة حائرة بين الرؤوس، لكن يكسب من خلالها سايس 20 هدف ذلك اللاعب الفذ. هنا الكرة عند حكيم زياش في عرضية حكيم، لكن الكرة عدى. صاحب القميص رقم 10 الذي لا يتواجد في التشكيل الأساسي هو حاضر إلى جانب عادل عمروش. ربما منتخب عند نوفاتوس اللاعبي الشختار الأوكراني خلف الكرة، يلعب الكرة القوية، لكن لصالح المنتخب التنزاني. تأتي الكرة لكن التغطية. برافو أمين، برافو أمين، يا سلام. الكرة مقطوعة من أمين، مقطوع الكرة في اللقطة الماضية. الخطأ الآخر أيضا حاضر. هناك حماس كبير عند لاعبي المنتخب التنزاني. ربما تكون أيضا مرة أخرى من نوفاتوس. عرضية نوفاتوس سهلة هذه المرة بلمسة إلى حكيم زياش، والمهارة زياش والتقدم زياش والعرضية. يوسف نصيري بالرأس، لكن الكرة إلى خارج الملعب وإلى ضربة مرمى. حلوة الكرة، حلوة اللقطة الماضية، جميلة جدا كانت اللقطة الماضية من حكيم زياش. إذا عاد حكيم زياش إلى الجناح، إذا عاد إلى هذه الجهة، حتى الآن تقدم أداء جيد، لكن الكرة مقطوعة من سفيان مرابط. تصويبة قوية، لكن زاني من جديد. الكرة عند حكيم زياش، يطلب الكرة حكيم زياش، يرسل الكرة الطويلة للأمام، لكن الكرة نايف أكرد إلى حكيم زياش الذي يأتي إلى عمق الملعب. حكيم بتصويبة قوية. الله يا حكيم، في أول كرة يسددها حكيم زياش يأتي بالهدف الأول. يا سلام يا سلام يا سلام على أسود الأطلس، قوية جدا، صعبة عليك، عابرة للقارات، عابرة للقارات، كرة قوية جدا. بإذن الله تكون انطلاقة المنتخب المغربي لقارة أمريكا من خلال هذه الكرة وهذه البداية القوية. يا سلام يا سلام يا سلام. حكيم زياش الذي أتى لوسط الميدان ليسجل من خلال الكرة والقذيفة القوية التي كانت من خارج منطقة الجزاء، ليسجل معها أول أهداف المنتخب المغربي. إذن حل التصويب وحل التسديد من الحلول المهمة للمنتخب المغربي أتى بها حكيم زياش، ويبدو أن التوجيهات التي قالت لحكيم زياش أن يأتي إلى منتصف الملعب ويجرب نفسه ويصوب ويسدد، سجل من خلالها بكرة قوية جدا لا تصد ولا ترد أول أهداف المنتخب المغربي. إذا المنتخب المغربي قبل مضي نصف الساعة الأولى. هنا الانطلاقة لصالح المنتخب المغربي عند حكيم زياش. الله بالراس، ذكية، والكرة والهدف الثاني. نعم الهدف الثاني، لكن يبدو أنه يلغى الهدف الثاني في اللقطة الماضية. نعم يلغى الهدف الثاني في اللقطة الماضية لصالح، يطالب أمين عدلي بالفار. شوف اللقطة الماضية، حاجي على الجهة اليمنى في انطلاقة للمنتخب التنزاني. الخطورة في العرضيات، لكن رامون
أو المنتخب المغربي من خلال الكرة الثابتة. أشرف حكيمي ربما يتركها إلى زياش. حكيم، هي خطيرة لكن الكرة عدت إلى للمنتخب التونسي. هنا الانطلاقة لصالح تنزانيا، تعدية الكرة لكن الكرة من أشرف حكيمي. يا سلام يا سلام، هي خطيرة، هي خطيرة للمنتخب، هي خطيرة للجول لكن الكرة العرضية. أرض ليبيا بهدف مقابل هدف، وتوكو تعادل ايضا سلبي من امام السنغال. هنا عرضيه لكن ياسين نوفاتوس، هي خطيره لتنزانيا، هي خطيره لتنزانيا، هي خطيره للجول لكن التصويبه والكرش على الجهه اليسرى. يلعب الكره العرضيه حكيم زياش لكن الكره على طريقه لاعبي كره الطائره يشتتها لاعب حكيم زياش. حكيم في اخر اللقطات، في اخر كرات شوط المباراه الاول لكن باليمنى بعيده جدا من خطه حكم المباراه. نهايه شوط المباراه الاول بهدف وحيد تقدم به في هذا الملعب. هنا الكره ملعوبه على الجهه اليمنى، الانطلاقه العرضيه لكن بعيده. كاندا ابراهيم حماد وكذلك نوفاتوس. هنا الكره الخطوره لكن ياسين بونو به ثالثه. هل تكون للهدف الثاني؟ حكيم زياش يتركها لاشرف حكيمي، قويه جدا لكن الكره عدت الى الخارج. الحين منتخب المغرب، يا سلام يا حكيم، جميله، هي خطيره، هي خطيره، هي خطيره للجول، هي خطيره للجول. ثاني الاهداف ياتي من يوسف النصيري لكن شوف البدايه، تابع التمريره الذكيه التي كانت من حكيم زياش. حكيم زياش يفتح المشوار لهجمه خطيره جدا للمنتخب المغربي، يسجل معها اسود الاطلس ثاني الاهداف. يا سلام على المنتخب المغربي. شوف اللقطه الماضيه، تابع معنا الكره الماضيه. شوف حكيم، شوف حكيم، تابع حكيم زياش والرؤيه. يا سلام على التمريره يا زياش واللمسه ليوسف النصيري. كانت الكره والعرضيه من بلال لكن البدايه، الصناعه تكتب لحكيم زياش، التمريره الاهم تكتب لحكيم، التمريره الامثل والرؤيه الذكيه لحكيم زياش. بعدها يسجل يوسف النصيري بمساعده المدافع مع المرور. الله الله، يا سلام، والتصويبه ما زالت الخطوره، هي خطيره ليوسف النصيري للثالث. حكيم، كره في الاخطر. اشرف حكيمي الى حكيم زياش. حكيم، يا سلام، بنفس الطريقه حكيم الى اشرف لكن التدخل هذه المره والخطوره على مرمى ياسين بونو. الكره عند سماتا يصوبها في حائط الصد، ما زالت للمنتخب. يا سلام، الانقاذ. حكيم يرسل الكره العرضيه، حكيم زياش بعيده هناك على القائم الثاني، يحاول الوصول اليها لا يجد الطريق الى مرمى ياسين بونو. صعوبه كبيره جدا في الوصول الى مرمى ياسين. خطأ لصالح المنتخب التنزاني، كرة ملعوبة طويلة للأمام. نايف بتشتيت الكرة بالرأس. المنتخب التنزاني يخطف الكرة، يتقدم للأمام. حذاري من الأخطاء، حذاري من الأخطاء. يا سلام يا